في مدينة زايو وجد أحد السكان نفسه ضحية خدعة رقمية معقدة انتهت بخسارة مالية فادحة بلغت 200 ألف درهم، ما خلف صدمة كبيرة داخل الأوساط المحلية حول خطورة جرائم الإنترنت. المحتال لجأ إلى أسلوب إقناع متدرج مثل السماوي، قائم على وعود كاذبة ومظاهر ثقة مصطنعة، الأمر الذي دفع الضحية إلى تحويل المبلغ المطلوب عبر معاملة مصرفية اعتقد أنها آمنة تماما، قبل أن يكتشف لاحقا أن كل شيء كان مجرد فخ محكم. اللحظة التي أدرك فيها الضحية الخسارة كانت مليئة بالذهول، إذ أكد أنه لم يتصور أن يقع في فخ بهذه السهولة، خصوصا وأن التعامل مع المحتال بدا عاديا وموثوقا في البداية، ليتفاجأ بعد ذلك بأن حسابه البنكي قد أفرغ بالكامل. وبعد الواقعة تقدم المتضرر بشكاية رسمية لدى الأمن الوطني بزايو، حيث شرعت السلطات في تحقيق دقيق بهدف تحديد هوية الفاعل وكشف خطوط هذه القضية، بينما تظل فرضية هروب المشتبه به قائمة إلى حين استكمال التحريات.